النهارده ميعادنا مع حلقة جديدة من سلسلة عيلة التتش. النهارده معانا الأستاذة ياسمين عز التتش. قصتها إيه باختصار؟ الأستاذة ياسمين كانت مذيعة مغمورة من زمان، بيشوفها حوالي من 5 ل7 أفراد بحد أقصى يعني. تمام. قررت إن هي تطلع في أفكار جديدة علشان الناس تتفرج عليها، فأخدت لنا أفكار الذكورية تبنتها وبقت هي اللي بتتكلم باسم الراجل، وبدأت تقول لنا أفكار ضد المنطق، قال يعني بتدافع عن الرجالة. فلمت الناس حواليها كلام جميل، فلقيت ان عمليه مش كفايه، انا عايزه الم الناس اكتر بافكار غريبه اكتر. طب اعمل ايه بقى؟ قال لك انا اهلاويه متعصبه وبدافع عن الاهلي والزمالك وحش. تمام. فبدات تخرف وتقول كلام من اللي هو الكلام الفارغ المستفز. كلام جميل. احنا جايين بقى النهارده عشان نعلق على اخر حاجه قالتها، فيديو صغير كده نشوفه مع بعض ونرجع نقول كلمتين في حقه يعني. اصل زيزو نازل الملعب حواجبه مكرمشه 111. هو احنا ليه يا جماعه جايين على ابننا زيزو قوي كده؟ ضيع كوره والجول فاضي، ايه المشكله؟ رقص الجول وضيع كوره والجول فاضي، ايه المشكله؟ خلينا نبص لنص الكوبايه المليان. يعني الحمد لله انه ما وقفش في نص الملعب يسرح شعره، قضى اخف. ده يعني فيديو صغير كده، اخر حاجه قالتها لنا الاستاذه ياسمين عز الجميله اللذيذه. بتقول لك نص الكوبايه الفاضي ونص الكوبايه المليان، والاصل الحمد لله ان هو أنا مش عارف الانفراد ده اصله بيلعب في شعره. دي نوعيه العقول اللي الواحد بيتعامل معاها سواء في التعليقات او في الناس اللي احنا بنتعامل معاهم في الشارع. انا اشهد واعترف ان في اهلاويه كتير اعرفهم بيفهموا في الكوره كويس قوي وبستمتع وانا بتكلم معاهم، لكن للاسف في اهلاويه اكتر بكتير امثال استاذه ياسمين كده، ابيض يا ورد، ما يعرفوش حاجه عن الكوره، بس ايه، في تابوهات كده حافظينها بيتكلموا فيها وخلاص. يعني مثلا الزمالك بطل الدوري، يا عم ده دوري كل 10 سنين. يا باشا احنا اخر 6 سنين واخدينه 3 مرات. يا عم ده دوري بالحاج. يا عم بالحاج ده اللي مخسرنا كاس مصر ومطلعنا منه. يا عم دوري وفا. يا سيدي الكريم، النادي الاهلي خسران حوالي 25 بونت، وافة مين؟ يا عم طول ما الاهلي بخير فالمنتخب بخير، انت عايز ايه؟ يا باشا اهلي ايه اللي بخير؟ طب ما الاهلي بخير من 2010، ما خدناش بطولة افريقيا ليه؟ لا 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 يا عم، الاهلي طول ما هو بخير المنتخب بخير. ما انت عندك دخلنا كاس العالم. يا باشا كاس العالم ايه؟ ما كنا بنطلع رابع في كل مرة بنخش ومجاميع تعبانة. لا، ما انت عندك القوام الاساسي دلوقتي لمصر لعيبة النادي الاهلي، وادينا وصلنا دور 32. يا باشا الراس الاخضر وصل دور 32، انا مش بقلل من حاجه والله، بس العمليه يعني في 9 من 10 دول افريقيه وصل دور 32. الراس الاخضر اللي بتلعب كوره من 30 سنه حرفيا وصلت الدور 32. ايه المشكله؟ يعني كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته بيلعبوا كوره من قبل ما راس الاخضر نفسها تلعب كوره. فاحنا بنتعامل مع عقليات زي ياسمين عز. مش هقول غير كلمه واحده بس، ربنا يعيننا عليهم.